يلا يا ولاء. السلام عليكم يا دكتور. ستي وعليكم السلام حبيبتي. ازي حضرتك، عامل ايه؟ ربنا يسترك. يديك الصحة والعافية يا رب. اياك يا اختي. والله يا دكتور، انا تزوجت من واحد كان اكبر مني ب 18 سنة. كان اكبر؟ اكبر مني ب 18 سنة. مش المشكلة، كان عندي فرق السن خالص. هي. بس كانت العقلية صعب جدا. وكان عنده استعداد يعني يسيبني، يعني مهما لبست ما كانش بيعقب عليا. لغاية انا ربنا هداني وابتديت الحجاب لوحدي. الحمد لله. جميل جميل قوي. منه ولد وبنت وانفصلت منه، تزوجت من اخر. حلو. والعيال راحوا فين؟ العيال فين؟ معايا يا دكتور، ما سيبهمش ابدا. شاطره شاطره. هتسيبيهم لمين بس؟ هتسيبيهم لمين؟ نعم. هتسيبيهم لمين؟ لا يا دكتور، هم معايا، هم اولادي، هم اولادي وانا مش بتوعه يعني، هو مش شريكك فيهم. الحمد لله. انا افتكرت هو معاكي. لا يا انا حبيبتي، لا شوفي، انا حبيبتي مفكر ان هم اولادك واولاده. ايوه، الاولاني اولادي واولاده. انفصلت عنه، تزوجت من اخر. اولادك يروحوا لامك؟ ولادي يروحوا للام. هو الزوج الثاني مش مشكلته اولادي خالص. مش على كده، ما هو مش مشكلته ده ظاهرا، انما باطنا اساليني انا. يا بنت استني، يا بنت استني هقول. يا حبيبتي ده شرع ربنا، ما فيهوش اقوال صفرة. الزوجة المطلقة لما تتجوز تسيب ولادها حضانة لأمها لو كانت أمها موجودة وتقدر تخدمهم، أو أمه هو، علشان لما تيجي هي جت اتجوزت خدنا احنا عيالها. سيبك من المشلشلات بقى وكبد وضنايا، كانت قاعدة جارهم لو هي مش محتاجة جواز. إنما هي متجوزة التاني ده عشان تدلعه. الكلام ده أنا جايبه من بطون الكتب، مش أنا فلسفتي. تمام. ده اللي في العلم. استني بس، استني. عشان احنا شعب مقهور يا حبيبتي، وكلنا فقر واحباطات، فانا بقول لا مفيش مانع ابدا، وماله يجوا معاكي، وممكن جدا ما يقولكيش، بس من جواه نار يا بابا، مش طايقهم، عمره ما يطيقهم ولا يستحملهم. هيشوف الواد يقول ده بيفكرها بطليقها، الغيره تدب فيه. هيلاقي البنت بتاكل بقها كبير شويه، بلعت السندوتش يقول يخرب بيتك يا محمود. لو هي بنته وكلت عينه يقول يا حلاوه ده ما كانتش حاجه. حاجات كتيره قوي، بس اللي انا قلته ده اللب والخلاصه. عشان كده لما نمشي على الشريعه يبقى ابو الاولاد المطلق يصرفي عليهم، وجدتهم تاكل معاهم على حساب سيادته اللي ولدنا له العيال، ونروح للجديد شمعه لوحدنا. كان سايب لي شقه باسمي، انا بكلم حضرتك بمنتهى الامانه وربنا شاهد عليا، كان سايب لي شقه باسمي. حلو. هو لما انفصلنا انا يعني استحرمت ان انا اخد منه مصاريف وكده، بعت الشقه حطيتها وديعه باسم الاولاد، واللي بيطلع هو ده اللي انا بصرف عليه. ربنا يكرمك يا بابا، والله العظيم عين العقل. ربنا يخليك. والله وتصريفه حلوه قوي، واستحرمت دي يا ريتها تبقى في عروقي وفي عروقك وفي عروق الدنيا بحالها. يا رب. ان انا استحضر معنى الحرام، واقول لا عمل لي شقه بكذا ابيعها واعملها وديعه، واللي يطلع منها بدل ما اقهره. بس كتر خيرك كتر خيرك. خلفتي من الجديد يا بنت؟ خلفت من الجديد، معايا لوجي صغيره. حلو سنتين. وراجل كويس وبيغير عليكي؟ هو بيغير عليا. وانت عايزه حد يغير عليكي يا قطه؟ ربنا يخليك يا دكتور. صح ولا لا؟ بس انا تعبانه معايا يا دكتور جدا تاني جدا يا دكتور، فوق ما تتخيل يعني. ندمانه انك اتطلقتي من ابو الواد والبيت؟ لا ندمانه ان انا كنت في حياتهم هما الاثنين. يعني كان من الاول ما يجوش. عشان احنا ما بنختارش صح، عايزين نكلفت جدا يا دكتور. عايزين نكلفت بسرعه وقبل العيد وبتاع وهشيخ وهعنس. كل دي وجهات نظر غلط. يا ريت الواحد زي ما بقول في عبارتي اللي انا بفتخر بيها قوي، رب عام في زواج موفق يعقبه الموت خير من زواج فيه شقاق ولو دام 1000 سنة. ال1000 سنة دول حسرة وندامة ودموع وخلاف، مش متقابلين في أي نفس، مش متقابلين في أي جملة يا ناس، بنتهم بعض في كل نظرة، مش مرتاحين يا جدعان. فده مش جواز أبدا ولا عيشة. فلو الواحد تأنى وعرف إنه هياخد واحد، لو ما خدوش الدنيا ملهاش عوزة، هتبقى الدنيا جميلة. أنا وأنا جاي في الطريق بقول ربنا سبحانه وتعالى العدل عمل لكل فولة كيال. والله العظيم الزرقاء اللي مش عاجبة البني آدمين لها بني آدمين بيشحتفوا عليها، والراجل المعوج اللي ما فيهوش لا جمال ولا شكل ولا نيلة فيه واحدة بتدور عليه بماشي، بس هو من غبائه والتاني من غبائه. هوب يلا بينا، يلا خير البدي عاجله. ده مش بر، ده انتحار، ده انتحار. ويت فكر
وشوف ايه، هتلاقي الفوله بتاعتك جايه. احنا اللي بنستعجل، وربنا ما عندوش مانع. انا بقولها لكم اهو، ربنا ما عندوش مانع يقول امين على اللي غاوي فقر براحته. ربنا ما عندوش مانع يدمرها علينا كلنا، وقالها في القرآن: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. جمل يا حبيبتي، والله قلبي معاكي. والله حاجة صعبة قوي. عيشي، هقولها لك كلمة: عيشي بما يرضي ربك، وخلي الولد في الاعتبار. يعني انا صعبان عليا الولدين، واي حد بيتطلق انا حزني مش على طلاقه، ولكن على الربه اللي طالعه، اللي هيبقى وجدانه مشوه مشروخ ناقص. اصحى من النوم مفيش بابا، ولو سأل بابا بابا، ولو راح يشوف بابا خلسه او بالاتفاق بابا هو موديل 2015 يقول له ماما بنت 6 لا يمكن ده يتربى. ولما يكبر هيبقى كاره الرجاله وكاره الستات وبلطش. من اجل ابنائنا يمكن ان نستشهد في سبيل الله متى كانت الحياه ممكنه، لكن ربنا ما بيقولش عشان كده قطعوا نفسكم. فانت متضايقه يغوروا كلك الرجاله، يغوروا كلك، بلا جواز بلا نيله بالطريقه دي، بشاعه وسوء طباع. وخلاص احنا نندم ان احنا اخترنا بسرعه، لكن نقدر قوي متى كانت الحياة مستحيلة أن نستمسك بحبل الله عشان نعدلها. وهو الفراق ما فيهوش كلام، مفيهوش كلام، خير من مليون جوازة بالنفخ ولا عيد ولا وقفة. وبعدين بنحاول بقى نصنع موقف ونمثل ان احنا مبسوطين، ونجيب عباية وناخد شاور ونسرح ونعمل لون اصفر لشعرنا ولون بنفسجي. مش هيحقق السعادة، وهم السعادة اللي من جوايا امسكها كنت جنبي كده واقول ايد مين دي، زي ما بعمل في ايد سلمى مبروك. يوم ما ابوسها احس الالم راح. الدكتور ابني لما عدى عليا امبارح بقى كنت كل سعاده. حفيدي لما وراني لبس المدرسه كنت منتهى السعاده. ده حته مني، لا في طلاقه ولا جوازه ولا شقاقه ولا، ده حته من لحمي. فحبي له حب صادق وجميل، وانتمائه ليا بيفرحني. لما تحس بالفرحه عيشي، لما تحس بانقطاع الحبال وإن عمرك بتقصف كل يوم 100,000 مرة مع أنفاس هذا الشبح، الله يحنن عليه عشان يعبد ربنا. حلو.